بكم في حلقة جديدة من برنامجنا نور في قلبي. سعيدا يكون معايا النهارده فضيلة الدكتور رجب الأزهري من علماء الأزهر الشريف. أهلا بحضرتك يا دكتور، منورنا ومشرفنا. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. حلقتنا النهارده عن كيف يستثمر الشباب وقت الفراغ، ازاي يعرف انه لما يضيع وقته ان ده غلط، ان ده مش هيجزيه في الدنيا، ان ربنا هيرضيه باستثماره لوقته، ان وقت الفراغ ده هو بيحاسب عليه بعد كده، ان انا ممكن اعمل مشروع حلو مع اصدقائي، ممكن يبقى عندي صحبه صالحه، ممكن اخرج مع اصدقائي بطريقه جيده، ممكن استثمر كل وقت من اوقاتي بطريقه احاسب عليها بعد كده واستثمرها، ودي تعليني وترفعني، وده اكيد هيحصل ويكثر من رزقي لما استغله في وقت فراغي في شيء جيد. كل ده هنشوفه ونتابعه مع فضيله الدكتور رجب الازهري. اهلا بحضرتك مره. اهلا بحضرتك استاذ دكتور رجب. الرسول عليه افضل الصلاه والسلام احنا عارفين ان هو كان علاقته طيبه طبعا بالكبير والصغير ونساء المؤمنين، وكان دايما يتكلم مع الشباب ويحسهم اللي اتربوا في بيته واللي كانوا بيعملوا معاه وهو كمان عليه افضل الصلاه والسلام لما كان بيطلع مثلا رحلات وحاجات كده كان بيبقى فيه روح تعاون وسعاده وبهجه من الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. ممكن حضرتك تقول لنا بعض الاشياء كده تحفيزا لشبابنا يعني؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. اللهم صل وسلم. النبي عليه الصلاه والسلام كان بيكلم الشباب زي كده الغلام سيدنا عبد الله بن عباس. أيوة. قال له احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، واذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله. علمه ان طول ما هو حافظ ربنا، بمعنى ايه؟ طول ما هو ذاكر لله ملتزم، طول ما هو يعني يجعل همه كله في مرضاة الله، الله يحفظه سبحانه وتعالى. الله. وقال له واذا سالت فاسال الله. طول ما انت بتسال ربنا، يعني طول ما انت بتبقى في اي حاجه مشكله، استشاره في اي حاجه، في العلم، استشاره في اي في الحياه الاجتماعيه، انك انت ما تروحش تسال الناس. طبعا. الاول ادعي ربنا سبحانه وتعالى واسال الله في الصلاه وفي الدعاء. وقال فعلا هو لسيدنا الحسن او الحسين قال لهم دعاء لما كانوا بيكتبوا للوالي الشكوى، فقال لهم دعاء معين كان طبعا عظيم يعني. فقال واذا سالت فاسال الله. طب الاستعانه، انت ما تروحش تستعين بالناس وتسيب ربنا ما تسالوش وما تستعينش بيه. طبعا. ترفع يديك الى الله وتسال الله سبحانه وتعالى ان يعينك على ما انت فيه، ويسخر لك اللي طبعا تحبه يعني، ويسخر لك. نعلم ابنائنا ان انت لما تذاكر تسأل الله النجاح وتستعين بالله الإعانة على حسن المذاكرة والاطلاع. نعلم أبنائنا برضو إن ابننا لما يكون الشاب مقبل على عمل ووظيفة، أول حاجة يعملها يسأل ربه سبحانه وتعالى أن يوفقه في هذه الوظيفة وهذا العمل، يستعين بالله أيضا في كل شيء. طبعا. دكتور رجب، في بعض من الشباب بيقول لك أنا عايز أعمل حاجة كويسة وعايز أنتج، بس أصل الوقت بيجري بسرعة، اليوم يعني بيجري مني وبيتهدر يعني. تقول لهم إيه يعني؟ وفي ظاهرة بيقول لك إن اليوم دلوقتي ما بتقدرش تستعين فيه بأشياء كتيرة يعني. اتفضل حضرتك. ما هو الكلام ده قاله النبي عليه الصلاة والسلام. عليه أفضل الصلاة والسلام. قال لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان. حتى يتقارب الزمان. بمعنى إيه؟ يوم القيامة ده مش هيجي إلا لما نحس بحاجات هو يقولها في الحديث. لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان. قال إيه بقى؟ اتفضل. فتكون السنة كالشهر. الله. المدة الزمنية كأنها بسرعة، تجري بسرعة. والشهر كالجمعة. والجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة. في الحالة زي كده دكتور، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، في الحالة زي كده نستعين بإيه؟ هل التنظيم يكون أكتر؟ هل نبقى محددين أهدافنا؟ الإنسان يكون حريص على عدم الوقوع في الغفلة. لأن الغفلة داء. الغفلة داء. طب نعالج الداء ده إزاي؟ اتفضل. بإن احنا نكون ذاكرين لله عز وجل في كل وقت. ربنا سبحانه وتعالى بين أن الإنسان حينما يذكر الله في كل وقت فلا يكون غافلا، علشان ربنا يعينه. يعني احنا طبعا بنذكر الله فربنا دي البركه بقى، دي البركه يا دكتور. طول ما انا بذكر الله سبحانه وتعالى، بسبح او اقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله، اصلي على النبي عليه الصلاه والسلام، استغفر الله، كل دي اذكار.
حضرتك هل ده بيساعدني ان انا انجز؟ يعني حتى لو الوقت بيجري بسرعه ممكن يجري بسرعه، بس أيوة. انا انجز فيه، يبقى فيه بركه أيوة، في الوقت. ما هو البركه بتيجي منين؟ من الاستعانه بالله الله. ومن كثره ذكر الله. طب واحد بعيد عن ربنا لن يرى بركة في عمله ولن يرى بركة في حياته، فاستجلاب البركة يكون بالتقرب إلى الله طبعا. والذكر نوع من أنواع التقرب إلى الله طبعا. والاستعانة بالله نوع من أنواع التقرب إليه. طبعا. فطول ما الإنسان محافظ على الذكر بكل أنواعه وعلى حسب استطاعته وعلى حسب قدرته، الله تعالى يبارك له في وقته حتى ولو كان قليلا. فنقول لشبابنا وحاسس ان وقتك قليل في المذاكره، مش هتلحق تحصل العلم اللي انت عليك او المنهج اللي عليك، قول بسم الله. بسم الله. الله. قول بسم الله وقوم صلي ركعتين كده استفتاح ان ربنا يرزقك في الركعتين دول بعد ما تصليهم ويوسع عليك وييسر لك كل عسير. كل عسير. وتقول يعني اللهم اعني، اللهم استعان، اللهم استعان. بس والله العظيم سيرى نجاحا وسيرى تيسيرا ليس له مثيل. حضرتك يا دكتور نقول ايه، زمان كنا بنلاقي ولاد الحي الواحد يشاركوا في مشروع صغير، يحاولوا ينظموا الشارع، يحاولوا يساعدوا في تنظيف الحاجات، فكانت فيها حاجه من الهمه. دلوقتي بعض الشباب بيتعالى، يعني متصور ان هو كده مش هيكون حاجه لطيفه لو ان هو ساعد حد او خدم حاجه في الشارع بتاعه زي ما كنا نسمع. يعني حضرتك تقول لهم ايه؟ حضرتك عارفه السبب الاستعلاء إيه؟ يعني في الاحساس ده سبب ايه؟ اتفضل. غياب اللي احنا كنا بنشوفه في ايامنا واحنا صغيرين. طبعا طبعا. غياب القدوه. هي دي المشكله. طبعا طبعا. غياب القدوه الصالحه. لانك كنت بتطلع تعمل زي الكبير اللي بتشوفه اللي انت معجب بيه. احنا عايزين الكبار يبداوا الاول في الشارع، والله لو هم بداوا الاولاد هيقلدوهم. طبعا طبعا. لان غياب القدوه الصالحه والقدوه الحسنه يؤدي الى عزوف الشباب عن افعال كثيره. طبعا. طب انا دلوقتي عايز اخلي الابن يعمل حاجه معينه، اكون قدوه اعملها قدامه وباخلاص لله سبحانه وتعالى، هيقلدني. ده اكيد. طبعا. فاحنا عايزين احنا كالكبار نبدا بانفسنا. طبعا. نبدا بانفسنا. هيشوفوا الاولاد احنا بنعمل ايه، هيجوا يعملوا زي ما احنا بنعمل. فالقدوه الحسنه والقدوه الصالحه اداه عظيمه زي ما احنا قلنا من ادوات التربيه. دكتور رجب، لو تحدثنا عن الفتيات الجميلات في البيوت دلوقتي، كنا زمان مثلا البنت تساعد مامتها فبتبتدي تاخد شويه بتتعلم انها ازاي تكون ست بيت، فبرضه بنقول ان ما نعرفش بقى هل غياب القدوه ولا السوشيال ميديا زياده عن اللزوم، وان هي عايزه، هي متصوره ان هي تبقى راقيه جدا جدا لما ما تعملش، ما تساعدش والدتها، ترتدي بعض الازياء ويعني وبتبتدي تشغل وقتها بحاجات مش الصحيحه يعني. فحضرتك الرسول عليه افضل الصلاه والسلام كان عنده طبعا ستنا فاطمه ريحانه، وكان دايما يقول لها انت ريحانه اشمها، كان بيقول لها ايه على الحاجات؟ والله سيد النبي عليه الصلاه والسلام كان يوصي فاطمه رضي الله عنها ان تحسن من معامله سيدنا علي. واحنا عايزين نقول برضو ان الام ليها دور كبير في البيت. الراجل بيكون في العمل طوال اليوم. طب المراه حينما ترى ابنتها لا تعينها في البيت وتجلس تتابع السوشيال ميديا طوال اليوم، طبعا طبعا، هل هي بادرت بأن تنصحها أن تأتي معها وتعينها في ترتيب البيت؟ دي بتحاول كمان يا دكتور تنغمس في السوشيال ميديا زياده عن اللزوم، هي متصوره ان هي مفيش متابعه كده يعني. طبعا مفيش متابعه. لو في متابعه دوريه من الام هتلاقي البنت حضرتك بتعين امها في كل لحظه في البيت. طبعا طبعا. لكن في رحمه السلبيه اللي احنا قلناها بتغفل عن التوجيه والارشاد. هو للاسف يا دكتور دلوقتي بيصلوا لدرجه ان هم عايزين نقدر نقول يعني يبعدوا عن القيم والمبادئ اللي يقول لك اصل الدنيا ده تغيير واحنا في جيل تاني وانتوا في جيل واحنا جيل. تقول لهم يا دكتور هم شايفين ان انت غلط اصلا ان انت تقول لهم اعمل زي ما احنا كنا بنعمل، مع ان جت فتره كانت البنت دايما تكون في البيت ومتواجده وبتعمل وبتجهز نفسها وبتؤهب نفسها انها تكون في يوم من الايام ام ومسؤوله عن بيت. تقول لهم ايه يا دكتور؟ هم بيمنعوا نفسهم عنه. مفيش حاجه اسمها انتوا جيل واحنا جيل. ده بيتقال كتير. لان القيم والمبادئ لا تتجزأ طبعا ولا تتغير ولا تتبدل بمرور الزمان. القيم والمبادئ ثابته. بمعنى
ان الاب والام لهم دور في تقويم الابناء، لهم دور في تقويم الابناء. انا ماليش فيش حاجه اسمها تقول لي اصل انتوا زمن واحنا زمن، لا، المبادئ والقيم لا تتجزأ. طب. لازم ان احنا نلزم الابناء بامور يفعلونها لا يتخلفون عنها. يعني المفروض يا دكتور حضرتك شايف طبعا ومقتنع ودينيا طبعا حضرتك طبعا بنلتزم بسيره الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، ان مفيش حاجه اسمها اختلاف في القيم والمبادئ في العصور، ولا الولد ولا البنت ولا حاجه، مفيش حاجه اسمها لا تتجزأ القيم. يعني مفيش حاجه اسمها ان حد يقول لك انا بننفتح بقى والدنيا اتغيرت. يعني انا هسأل سؤال. اتفضل. كان الرجال قديما لما كنا بنشوفهم واحنا صغيرين، يعني كان الواحد منهم يخجل ان يعلو بصوته في البيت او في الطريق. في الطريق طبعا. دلوقتي تلاقي شاب يعلي صوته وعلى اكبر منه طبعا، وبيتمادوا في ده. ومنهم من يعلو بصوته على امه في الطريق. فهنا اختلاف الزمان وليس اختلاف القيم والمبادئ. طبعا القيم زي ما هي كانت ماشيه، والناس كانوا قديما فيهم البركه، كانت البركة موجودة فيهم طبعا. وكانوا يلتزمون بهذه القيم والمبادئ وعلمونا نحن هذه القيم والمبادئ. نيجي احنا نقول بقى الجيل اللي جاي مالكش دعوه بالقيم والمبادئ دي وخليك مع عصر العولمه لا، ما ينفعش الكلام ده. يعني المبادئ والقيم هي الولد او بنت زي ما كلنا اتربينا ما فيش حاجه اسمها تغيير الزمن او الموضه. يعني اتفضل. هي اخلاق، هل الاخلاق تتجزأ؟ لا طبعا. هل تتبدل؟ لا وكلنا بنقتدي بسيدنا الرسول عليه افضل الصلاه والسلام ونساء المؤمنات. ولم يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نفعل او ان نلتزم بهذه الاخلاق لمده معينه. معلش يا دكتور احنا هنطلع فاصل، بس هسأل حضرتك سؤال ونرجع حضرتك تجيب عليه ان شاء الله بعد الفاصل. يعني معنى كده يا دكتور ان المفروض اي حد ربنا بيرزقه بذريه صالحه يربيه زي ما سيدنا الرسول كان بيربي سواء اولاد او سواء بنات. ده اساسي طبعا، لازم يعلمه ويؤدبه على تعاليم واداب الاسلام. الله. احنا دلوقتي هنطلع فاصل ونرجع نستكمل حوارنا الشيق مع فضيلة الدكتور رجب الأزهري. صل على سيدنا محمد وآله وسلم وأعطنا الخير. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم وأعطنا الخير وادفع عنا الشر ونجنا واشفنا يا سعيدة بوجودي مع فضيلة الدكتور رجب الأزهري من علماء الأزهر الشريف. أهلا بحضرتك مرة ثانية. أهلا بحضرتك. دكتور رجب، حضرتك يعني احنا اتفقنا ان احنا هنجاوب على السؤال، فحضرتك يا ريت نستفيد من حضرتك. اتفضل. فاحنا كنا بنتكلم على موضوع القيم والمبادئ طبعا، وقلنا ان هي لا تتجزأ ولا تتغير. زي ما احنا اتعلمنا واحنا صغيرين وتعلمنا الآداب والأخلاق، نعلم احنا أولادنا كذلك زي ما تعلمنا وأحفادنا كمان. لأن احنا ما نجيش نقول أصل احنا الزمن بتاعكم غير زمننا. يعني احنا لما نعلم الولد ما يعليش صوته نقول له أصل احنا في الزمن بتاعنا ينفع نعلي صوتنا؟ انتوا تعلوا صوتكم، احنا ما كناش بنعلي. ما ينفعش. فالأدب والأخلاق نغرز، احنا المفروض
نعمل حاجه حلوه. غرس الاداب والاخلاق في نفوس الابناء منذ الصغر، ده مهم جدا. طب عاوز اقول لحضرتك حاجه يا دكتور، تقول ايه حضرتك على بمناسبه ان احنا في الصيف يعني وكده، يقول لك الساحل الشمالي والساحل الشرير، وحضرتك احنا بنشوف تصرفات من، مش عايزه اظلم بقى البنات يعني، ده الولاد اكتر من البنات، حضرتك تقول لهم ايه؟ فهو بيقول لك احنا بنتحضر يعني الدنيا كلها كده، لا بحضرتك يعني بتشوف كل ما يسيئك يعني، نقول لهم ايه يا فندم؟ ما هو هنا في غياب دور الوالدين. الابناء اللي هم راحوا المكان ده، فين ابوه وامه من هذا الكلام؟ ومجموعه الشباب اللي بتسافر لوحدها، يعني حضرتك يعني مش زمان مثلا كان يخرج مع اصدقائه في الساحل، لا دلوقتي هما بيسافروا مجموعات بدون الاب والام. ما احنا مش قلنا في اول الحلقه حضرتك الرقابه والمتابعه الدوريه تؤدي الى حسن تربيه الابناء؟ طب الولد ده لما سافر لوحده مع الشباب، فين دور الاب هنا ودور الفتيات؟ والله يا دكتور كان ما عشان ما فيش رقابه وما فيش توجيه وما فيش متابعه. طبعا لو في متابعه وتوجيه وكل الكلام ده، ما فيش حد هيقدر يتحرك من البيت الا لما يقول انا رايح فين وجاي امتى. طب عايزه اقول لحضرتك سؤال يا دكتور، يا رب يجعله كده في ميزان حسناتك ويكون ناس كثيره يا رب تكون بتشوفنا. حضرتك تقول ايه للفتيات وللشباب اللي هو بيقول لك ايه، انا لو ما عملتش كده هكون متخلف، اصل انا لو ما عملتش كده هم مش هيصاحبوني ومش هيكلموني. حضرتك انا اقول لهم اللي انتوا بتعملوه ده افعال الغرب. طبعا افعال الغرب بيقتدوا لكن احنا كمصريين نتخلق بالاخلاق بتاعتنا. اخلاقنا تدعونا الى عدم ارتكاب المحرمات. لان احنا لما بنعمل كده احنا بنقول عصر العولمه بقى. ايوه طبعا يا دكتور، طبعا ده بعيد عن الاخلاق والاداب. وهل في حضرتك حاجه تقول ان الولد يعمل اللي هو عايزه والبنت تعمل اللي هي عايزاه، يرجعوا متاخر بالليل ويبقى اليوم كله مش موجودين مش متواجدين؟ وفي بعض يا دكتور ما بيحاولش، لو الاهل حتى بتتصل بيه وبتتواصل على التليفون اللي بيقفل التليفون وما بيردش. بس انا يا دكتور عايزه اعرف الحالات اللي انا بكلم حضرتك فيها دي بيصل لهذه الدرجه ازاي؟ هل التسيب من الاهل ولا هو ده بيبقى ابتلاء ولا يعني؟ هو الدور الاول التسيب من البدايه خالص. لان من البدايه اصلا ما كانش في متابعه، ما كانش في توجيه الى الطريق الصحيح. انا بسيبه ولما يقع ابدا اقول له ايه، تعالى في الطريق الصحيح. بيبقى صعب عليه طبعا عشان مش قادر يتغير. ما انا لو لحقته من البدايه مش هيحصل كده. فهنا الحاجه الكبيره اللي هي هنا ايه، ان التاخير في التوجيه. والحاجه الثانيه قد يكون ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. ان الانسان معلش ممكن يبقى عنده 5 أولاد، 4 صالحين من ظهر العالم فاسد. من ظهر العالم فممكن يكون 4 كويسين وواحد تعبه. ده ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. بس ممكن بالمجهود ومع الوقت واخواته ينصحوه ويفهموه يعني الدنيا تصلح شويه. انما اموالكم واولادكم فتنه والله عنده اجر عظيم. فقد يكون الولد فتنه وقد يكون الولد ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. فعشان كده ده ممكن يكون اول حاجه دور الاب والام كانوا مقصرين في البدايه، ما غرسوش فيه الادب والاخلاق والتوجيه. والحاجه الثانيه قد يكون ابتلاء من الله سبحانه وتعالى يبتلى به العبد. دكتور لو حبيت اسال حضرتك بحميميه كده شويه، حضرتك كنت بتنصح ولادك تقول لهم ايه؟ يعني مثلا من سن بقى اللي هو 6 7 سنين عشان اللي هو بدايه الادراك يعني مثلا اول حاجه قلتها لبنت او ولد ايه او ولاد اخوات حضرتك؟ طبعا السن ده متعب جدا. لكن طبعا انا عندي الابناء الحمد لله بيحفظوا القران بفضل الله تعالى. بسم الله ما شاء الله. وفي متابعه من الام دايما بفضل الله، ربنا يبارك فيها يا رب. ومتابعه دائمه على حفظ القران الكريم. وكان في طبعا مع الحفظ بقى في انشطه. النادي، بيروحوا النادي عشان ما يبقاش الولد عنده ملل. زي ما سيدنا الرسول علموا اولادكم السباحه. ما هو النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ قال خذوا من الاعمال ما تطيقون فان الله لا يمل حتى تملوا. فان احنا مش عايزين الولد يبقى عنده الكآبه والملل، نعلمه القران الكريم، يروح نادي. انا كنت بتابعهم طبعا، لا
ده تتفرج عليه، ده ما تتفرجش عليه. طبعا. لا تمسك الموبايل في الوقت ده، ما تمسكش الموبايل في الوقت ده. فاذا التوجيه منذ الصغر يؤدي الى الصلاح. بيتعود انه يسمع، حتى طبعاً. بيتعود انه ليه كبير بيسمع ما انا في اسر سابه طول ما هو صغير يعمل اللي هو عايزه، يتبسط. عايزه لما يكبر ويخشو يعني يبقى يعني صوته يبقى طبعاً. كبير كده، عايزه في الاخر يسمع كلامك. وبعدين ده بيبقى ثقل عليه لان هو ما تعودش، يعني حضرتك اي حاجه ما تعودتش عليها. انت ما تعبتش معاه في البدايه. ده اللي اقصده. ما تعبتش معاه في البدايه. فحينما يكبر الولد ويكون شابا يعني كبيرا لن تستطيع تعمل زي ما بنقول كنترول عليه. خلاص، ما انت ما تعبتش معاه في البدايه. طبعا لم تجتهد في البدايه. فضيلة الدكتور، احنا دايما بنقول الرسول عليه افضل الصلاه والسلام بيكون اسوه حسنه لينا، فكان في تجارته كان اسوه حسنه ولفت نظر ستنا خديجه. كان بيتعامل ازاي في التجاره وفي الربح، ازاي كان بيتعامل الناس مع صحابه واصدقائه ازاي، هو ده اللي عايزين نعرفه من حضرتك كرموز للشباب. يعني النبي عليه الصلاه والسلام كان بيخرج في التجاره مع اصدقائه، يعني مع اصحابه. طبعا طبعا. وكان اذا راى يعني امرا حراما يعني يأمر به امام الاصحاب وامام الاخيار وامام الصحابه. صادق امين. عشان يكون قدوه لهم. حينما مر على رجل فرآه يضع، حينما وضع النبي عليه الصلاه والسلام يده على الطعام فابتلت يده من غشنا وابتلت فليس اصابعه. منه. قال افلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس. من غشنا فليس مني. وكان النبي عليه الصلاه والسلام في المسجد، كان في المسجد إذا دخل عليه أحد من الناس نصحه النبي عليه الصلاة والسلام ووعظه أمام الصحابة. الله. حينما أتاه رجل وقال يا رسول الله قل لي في الإسلام شيئا لا أسأل عنه أحدا أبدا. قال له لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فكان كل حاجة بتحصل بيقولها قدام الصحابة عشان هم يقتدوا بما يقوله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. ومثلا دايما كان يقول لك ايه، تكون هين لين طبعا عشان ما تكونش كمان فظ غليظ القلب. قال المؤمن هين لين سهل. وقال عن المؤمن المؤمن يألف ويؤلف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. الله الله، دي حاجة عظيمة جدا. فضيلة الدكتور، كلمة من حضرتك تاني لبناتنا، ان انا اقول لها تمسكي بقيمك انت، حتى لو في مجموعة مش وده بيجرى بصراحة يا دكتور، يعني تلاقيهم ايه ابتعدوا عنها، لكن انا في عوض من ربنا ممكن يعوضك ويبدلك بصديقات جميلات. هل الام بتبقى ليها دور ان هي مثلا تصاحب بنتها، تغنيها عن في الحالات اللي زي كده، بتغنيها عن الرفقة دي لحد ما ربنا ييسر لها ويجعل لها امر خير باذن الله؟ ما ده اللي احنا قلناه، المتابعه من الام والتوجيه والارشاد، لان النبي عليه الصلاه والسلام قال والمراه راعيه في بيت زوجها وهي مسؤوله عن رعيتها، فتتابع البنت طبعا وخصوصا الولاد، يعني طبعا عايزين نقول فلازم الام يكون في متابعه منها يعني توجه الفتاه او البنت الى الطريق الصحيح، مره بالتشجيع ومره بالمكافاه، مره باسلوب القدوه. ممكن يبقى في ترهيب شويه يا دكتور ولا بلاش؟ الترهيب ده في حالات عدم سماع الكلام، ما هو يعني لكن مش في البدايه انا لسه بنصحه واخليه يخاف يقفل خالص. لا، الكلام ده لما لا يستجيب، حينما يعرض عن الاستجابه اكثر من مره بتخذ اداه الترهيب. هل يا دكتور لما الام مثلا على طول باستمرار بتنصح البنات مثلا وتقول لها تجيب لها من سيره الرسول عليه الصلاه والسلام ازاي زوجات الرسول كانوا بيتصرفوا، ازاي كانوا مش ده بيرقق القلوب؟ طبعا. ما هو الام لما يكون ما شاء الله عندها يعني كتب للسيره، وفي كتب على فكره نساء بيت النبوه طبعا ليلى بنت الشاطئ، في كتب كثيره ما شاء الله بتتكلم عن نساء بيت النبي عليه الصلاه والسلام. لما الام يكون عندها درايه بتيجي بقى تضرب المثل للبنت، تقول لها والله السيده فاطمه كانت تفعل كذا، في الموقف ده حصل كذا، الموقف ده حصل السيده مثلا جويريه كانت تفعل كذا، السيده خديجه رضي الله عنها كانت تقول كذا وكانت تنهى، فتعلم بنتها أن تقتدي بالنساء. يا ريت حضرتك لو في موقف حاضر في ذهن حضرتك تقوله لنا ونختم بيه حلقتنا، يبقى جزاك الله كل خير. والله مواقف كثيرة، يعني مثلا لما الواحد مثلا بيلاقي مثلا خطأ من حد معين، مش لازم يكون حد من أهله يعني طبعا. فتيجي تقول له مثلا إيه، أنت الطريق اللي أنت ماشي فيه ده طريق غلط، فوالله حصل هذا الكلام معايا، فيقول لي أعمل إيه؟ أقول له والله العمل انك انا سبب،
انا سبب، فحضرتك هتعمل 1 2 3 4 وتستغفر الله وتتوب الى الله وتترك هذا الامر المحرم الذي حرمه الله عز وجل، وتستعين بالله وما تعملش الكلام ده. حصل بعدها بحوالي فتره كده اتصل علي الشخص ده طب. قال لي جزاك الله خيرا، عملت بنصيحتك وهداني الله عز وجل الله. ورزقني الله. لان انا قلت له ايه؟ قلت له من احد اسباب ضيق الرزق عندك والهم المعصيه. طبعا. اترك الحاجه دي واستعين بالله سبحانه وتعالى، خلي بالك من بيتك واولادك وبلاش اللي بتعمله ده، لان ده مدمر للصحه ويعني يجلب لك غضب الله سبحانه وتعالى. طبعا. طبعا. فقلت له كل الكلام ده انت ماشي في طريق مش كويس. فعمل بالنصيحه واستعان بالله واستغفر الله سبحانه وتعالى وتاب الى الله كما امر عليه الصلاه والسلام لما قال ان التوبه والاستغفار، التوبه يعني معها الاستغفار، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا كما قال الله سبحانه وتعالى. فتاب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الأمر، ثم اتصل بي وشكرني كثيرا، لأن الله سبحانه وتعالى جعله في حياة مختلفة تماما. طبعا. فده اللي احنا بنقوله، انت لما بتجيب قدوه كده قدامك وتجيب مثال عظيم وصحبه صالحه طبعا تقول والله فلان ده كان بيعمل كذا، شوف اصبح حاله ايه، فبتجيبي القدوه دي قدام الاولاد قدام الشباب الجديد طبعا. فيبتدي يعني تبقى حاجه عمليه يعني. ما هو لازم الشاب يقتدي مثلا بالنبي، يقتدي بنبي، يقتدي بصحابي، طبعا. يقتدي برجل عظيم من السلف الصالح. الله. بدل ما اقول له تعالى اقتدي بواحد مش كويس. طبعا يا دكتور. طبعا. انا في نهايه حديثنا وحلقتنا اللي كنت اتمنى انها ما تنتهيش بشكر فضيله الدكتور رجب الازهري من علماء الازهر الشريف. احنا كده وصلنا لنهايه حلقتنا من برنامجنا نور في قلبي. انتظروني في حلقات جديده والى ان نلتقي، لكم مني اراك الامنيه.